تعرف ان وزن البيضة دي قد وزن النت في الكوكب كله؟ في عالم فيزياء اسمه جون كوبايوفيتش من جامعة كاليفورنيا في 2011 قال ان البيانات بتتخزن وتتنقل على شكل الكترونات، وبما ان الالكترون الواحد ليه كتلة فكمية البيانات اللي على الانترنت ليها وزن تقديري وهو 50 جرام، يعني قد وزن البيضة دي. بس يشاء القدر ان البيضة الصغيرة دي بتستهلك من 1 ل 1.5% من استهلاك الكهرباء في العالم سنويا، يعني تقريبا قد استهلاك دولة زي اسبانيا او استراليا. ممكن برضو بعد ما تخلص تروح تشوف حلقة الانترنت كاملة عشان تعرف مين اللي ممكن يفصل النت عن العالم كله. تخيل معايا ان اليوتيوب في الدقيقة بيستهلك كهرباء قد قرية كاملة. في تقارير بتقول ان الانترنت ومركز البيانات بيستهلكوا حوالي 10% من الكهرباء بتاعت العالم كله، وده يرجعنا ان في شركات دلوقتي بتلعب على الوتر ده في التسويق، وبيقولوا ان السيرفرات بتاعتنا بتشتغل بالطاقة الشمسية زي جوجل وابل اللي بيفتخروا دلوقتي ان هم شغالين بالطاقة المتجددة. كل ده عشان يجذبوا الجيل الجديد اللي مهتم بالبيئة. فلو انت وصلت لهنا فانت برنس. ارجع بقى شوف الفيديوهات اللي فاتت، استنى الفيديوهات الجايه. انا اسمي سباعي ودي 13. جبت البيت جاي اهو.